من هذا بناء على حديث واحد، وهذا الحديث يعني فيه احتمالات، انا لا ارى هذا. طبعا في ادله اخرى يعني غير هذا. مفهومك ايه للسلفيه؟ انا اعتبر ان السلفيه المفروض تكون شيء من اتباع السلف في عقيدتهم، في سلوكهم، في يعني ان يكونوا قدواتنا. تحولت السلفيه اليوم الى مذهب ينافس المذاهب الاربعه. انا مره واحد من الاخوه السلفيين ناقشني ضد المذاهب الاربعه، قلت له طيب انتم رفضتوا المذاهب الاربعه وكل ارائكم الفقهيه تتبع ابن تيميه، لا تخالفوه في راي واحد، في النهايه انتم مذهب. فهذا الشيء الاخر ما تعتبرهمش مذهب. هم المفروض ما يكونوا مذهب، بس عمليا هذا اللي صار وهذا المفروض ما يكون. الشيء الاخر انهم ايضا حاولوا بشكل للاسف يعني عند بعضهم حصر الدين فيهم، حصر العقيدة فيهم. يعني الأشاعرة والماتريدية هم أغلبية السنة اليوم، يعني المالكية والشافعية أغلبيتهم أشاعرة، الأحناف تقريبا كلهم على مذهب أبو منصور الماتريدي. هؤلاء يشكلوا في الأمة فوق 90% من السنة. فلما يأتي سلفية يقولوا لي أن نحن الذين نمثل السنة وهؤلاء لا يمثلوا السنة، هذا ليس موجود في كلام السلف نفسهم، وليس صوابا ان نحجم، يعني تصير قضيه الايجو كذا، انا يعني انا الحق وغيري باطل. هذه مشكله كبيره في السلفيه.